نتاج. صباح الخير أستاذ كريم عبد العلاوي. نهاركم مبروك. الله يبارك فيك. مبروك على الجميع إن شاء الله. شكرا لك، مرحبا بك معنا اليوم العالمي للسعاده. كنتمنى انك تكون سعيد هذا الصباح. سعيد واحد ما قلقك. وبغينا نزرعوا حب السعاده وثمرات السعاده لكل واحد ان شاء الله. ان شاء الله. اليوم دائما في اطار حلقاتنا المفتوحه بطبيعه الحال كنستقبلوا المكالمات بالمستمعين على الارقام 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36. استاذ كريم عبد العلاوي، بما انه سعاده واننا غندخلوا الموسم او الفصل ديال الربيع ما بين 2021، فنبغيو منك وصفات بطبيعه الحال لذاك الانتقال، بما اننا كنشوفوا ان الانتقال المناخي كيتغير. ربما الانتقال من فصل اللي هو كيكون شويه بارد لفصل اللي كيبدا يدفى شويه اللي هو فصل الربيع، وكذلك كيكونوا في تقلبات. فصل اللي هو ديال الحساسيه بامتياز، الحساسيه ديال حبوب اللقاح وغيرها من المواد اللي ربما كيعانيوا منها الكثير من الناس اللي عندهم هذه الحساسيه ديال فصل الربيع او البولين. اليوم غنشوفوا معك ربما بعض الوقائيات الاستباقيه بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من هذه الانواع الحساسيه، في اطار دائما الحلقات ديالنا المفتوحه لكل المواضيع اللي كنحاولوا اننا نرصدوها وتكون كذلك موازيه لما هو موجود. بما ان الانتقال من الفصل هذا الفصل الربيع، شنو هما الوقائيات على الاقل باش الانسان يقوي المناعه ديالو، خاصه الناس اللي كيكون عندهم حساسيه؟ تفضل. الغريب هو انه فصل الربيع كاين الوقائيات جانب، الجانب الثاني هو التكاثر والنمو والجماليات. ولقينا على انه كثير ديال الارجل تاع الناس اللي عندهم السكري بناو رجل جديده، ثم كيف نبنيو جلد جديد بعد ما تكون فيه ثقوب او تجاعيد او بقع سوداء. كذلك لقينا كبد بعد ما تتشمع تبني من جديد، كذلك كلى تتبني من جديد، والناس يبنيوا من جديد حياه اخرى بعد الياس والبؤس. فلقينا راسنا على انه من الامور الجميله التي تتبني هذه الحياه الجميله وهذا الشيء الجميل هو مواد طبيعيه. يكفي ما دخول فصل الربيع ناكلوا الفول بالخضور ديالو، وناكلوا الجلبانه بالخضوريه ديالها، واللوبيا الخضراء، وناكلوا هذا النوع من المواد افضل ما كاين حتى نبنيو بحياه جديده. لان في كل ما يلزم حتى نمو الجسم يخرج من ذاك البؤس وذاك التقلص من ذاك العياء. لقينا كذلك انه عن طريق البذور اللي تنبتها نبات فتعطينا براعم ثم نمو ثم تكاثر، تعطينا كذلك اعاده بناء الحياه من بعد العقم، اعاده بناء الشعر من بعد التساقط، إعادة بناء الجلد والبشرة الجميلة من بعد التشحب ومن بعد كذا. وهكذا لقينا على أن الوليدات تيكبروا من بعد ديبيليبسي، من بعد ليامسي لي زانكومبيتونس موتريس، تيبنيو كذلك الوليدات صغار بحال بنيته صغيرة بنات ودن جديدة من بعد ما قالوا لها غتعيش البؤس وقلة السماع. هذا كله تيبين على أنه ممكن نبنيو ودن جديدة، عين جديد. 170 واحد كان عما بدا تيشوف، بمعنى كاين إمكانية. ففصل الربيع فصل التكاثر والبشارة الخير معكم خاصة ومع شهادة FM الجميلة كذلك. أكيد فصل الخضروات والفواكه وكيف ذكرتي، فأولى الوقائيات كتبدا بالأكل ديالنا وبالتغذية ديالنا، واللي خصنا نركزوا عليه بالخصوص هو ربما الخضر الخضراء في اللون ديالها. طبعا كاينين أشياء أخرى اللي ربما نقدروا نستعملوها في المنزل ديالنا، يعني بغض النظر على التغذية ديالنا، أمور اللي هي بسيطة، مواد طبيعية اللي نقدروا نتناولوها باش دائما كنقويو المناعة ديالنا ضد هذه الحساسيات. اذا الشيء اللي غادي نقدر نتكلم عليه كثير، وهذا الفصل هو فصل ديال النحل تيتكاثر، فتقدر خليه واحده تعطينا بين 7 ديال الخلايا. اذا فهو ملكات اللي تتكبر ثم كل وحده تتمشي مع الشغالات ديالها فتبني خليه اخرى. كذلك هذا النحل ملي تيتكاثر عن طريق حبوب اللقاح. كل ما كاين حبوب اللقاح جاي كل ما الخليه تتعطي الاذن حتى تكون تكاثر الوليدات الصغيورين ثم الملكات الصغيرات هما اللي تيكبروا. فكاين غذاء الملكات، كاين حبوب اللقاح، وهذو من علامات الشباب. كثير الناس انهم الوليدات الصغار مثلا كان وليد بيبي 6 شهور كان في بلجيكا في لوبيتال قالوا له سي غادي يموت، ممكن شهر ممكن شهرين، بقى عيش
ومني سول عليه الدكتور داخل المستشفى قال له دري شي ديال هنا بعد 3 شهور. نعم. قال له تاخذ حبوب اللقاح وعسل غذاء ملكات. هنا تتحسوا المواد فصل الربيع الجميل تعطينا هذا النوع من التكاثر وهذا النوع من الحيويه. في كل ما تغمقنا في هذا الفصل الربيع تنخرج منه الكنوز التي لا تفنى. نعم جميل. بما ان المملكه المغربيه كتعرف التقلبات المناخيه كيف قلت لك في البدايه، وبما اننا على يعني فصل الربيع وكنعرفوا ان هذا التقلب وهذا الجو هذا كاين بزاف الناس اللي كيعانيوا من حساسيات كيف قلت لك حساسيات ديال حبوب اللقاح او غيرها، وكاين الناس اللي ربما المناعه ديالهم شويه ضعيفه. اجي تعطيني وصفه، يعني احنا بغينا دائما نفتتحوا معاك بالنجاحات وكذلك بالوصفات الطبيعيه. الاستاذ والباحث كريم عبد العلوي، اعطيني وصفه تقريبا طبيعيه اللي فعلا تقدر الذات ديالنا تقوى مناعتها. اذا نعطي واحد الوصفه غريبه وجميله جدا ولكن مفيده يعني. ورق شجره الزيتون كثير الناس شكاو منها لدرجه في مدينه وجده نعم. حيدوا كثير من شجر الزيتون من حدا بيوت الناس. وانا اقول الا خدينا ورق الزيتون وخدينا جمره شعلناها فوق النار وحطينا فوق راس الزيتون مع داك البخار ديالو. نعم. اقول البخار او الدخان بالطبع، الدخان غيولي. الدخان هذا تنشموه في النيف اليمين واليسار 3 مرات في اليوم لمده 7 ايام تتمشي الحساسيه. نعم. علاش؟ لان المكونات تاع شجره الزيتون واوراق الزيتون بالخصوص مؤهل حتى يطرد هذا النوع من الحساسيه. ثانيا ناخذوا الزعتر نبقاو في زيت الزيتون. نستعملوا في 3 اساليب مختلفه. تفضل استاذ كريم. اجي نبقاو في زيت الزيتون الناس سمحتي لي، حنا شفنا ان الورقه ديال زيت الزيتون كثير من الناس مشاو فيها في علاجات طبيعيه. من جملتها هنا نبغيو نصحوا واش فعلا المعلومه صحيحه او لا. رفقتك الاستاذ كريم عبد العلوي، المساله ديال السكري، يعني كثير من الناس اللي قال لك ان اوراق الزيتون كتقاد السكر حتى ارتفاع ديال الضغط، واش فعلا هذه المعلومه صحيحه او لا؟ لان كثير من التساؤلات وبعض الناس كيمشيو بالغلط، يعني ربما المقادير وغيرها. واش فعلا ورقه الزيتون فعلا كتنفع في هذه المساله هذه؟ او تنشتغل بهم كثير، ساعدونا كثير في مراقبه السكري، الهيبوغليسيميا، ساعدنا كثير مراقبه امراض القلب والشرايين، منها الضغط المرتفع بشكل كبير ثاني بوتونسور. لقينا راسنا ليس فقط ورق الزيتون انه ضد هذا النوع، فهو الي انتي هيستامينيك، بمعنى الناس اللي عندهم لورتيكار والحساسيات تيغليوه وتيشربوه. عطى نتائج ليس فقط ارقى ما فيه لعلاج سرطان الكبد وسرطان البنكرياس. ممتاز. وعطى نتائج متميزه. فقط الناس اللي عندهم السكر تينزل وتيطيح او الطونسيون تتنزل، اما تنضيفوا لحويجات اخرين واما تستعملوا مواد اخرى، والخير موجود. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. ومازال كنتكلموا على الوصفات اللي كتقوي الذوات ديالنا بطبيعه الحال المناعه ديالنا من خلال الانتقال من فصل لفصل. وبما انه فصل الربيع والجو بديع، اجي مازال في الوصفات. تكلمتي في البدايه على الوصفه ديال ورق ديال الزيتون اللي تكلمنا انها حمائيه وقائيه 100%. كذلك غنتكلموا على وصفات اخرى دائما من خلال المواد الغذائيه ومن خلال التغذيه ديالنا. تفضل الاستاذ. اذا لاحظنا ان المغلى تاع الزعتر ملي تنغليو وتنشموا البخار ديالو، الماء ذاك الماء او المغلى ديالو دافي تنستغسلوا به الانف. مهم جدا في علاج لا غينيت، الحساسيه تاع الانف. والجميل هو انه كل ما تنغسلوا بها الانف تنلاحظوا على انه on peut meilleurement maîtriser la sinusite، الالتهاب تاع الجيوب الانفيه. اذا الى ممكن ناخذوا الزعتر، ممكن ناخذوا الشيح، ممكن ناخذوا اليزير، ممكن ناخذوا الخزامه، ممكن ناخذوا السكينجبير، ممكن ناخذوا القرفه. هذو كلهم سي دي ديزانفيكتون من الدرجه الرفيعه جدا. وهكذا لا غينيت اون بو لا ميتريزي. حتى المشكل ديال لي بولان اللي تنخافوا منه تنقدروا نبنيو لا ميكوز نازال، هاد الجلده الداخليه تاع الانف تنبنيوها عن طريق هذا الاسلوب في ضبط الحساسيه وجمع الجروح ومع النحل تنبنيو لو ميكوز نازال اكسترا اوردينارمون. ولقينا راسنا على انه باي باي لا غينيت، باي باي لا سينيزيت، ونخرجوا للربيع ونتمتعوا به. ولا ذاك الخبره ديال لو بولان ان شاء الله غادي نتمتعوا بها ونديروا بحال النحله. النحله ملي تدخل في وسط النبته وتاخذ الرحيق، ذاك الغبيره ديال البولان تتكورهم، حنا نشدوهم نكسكسوهم في الدار ونديروا بهم نعمروهم بالتمر مع الزويته وعسيله وغادي نتمتعوا بالراحه. علما هاد لا بوسيير دو بولان فيها نسبه من الاسيتيلكولين اكسترا اوردينير وفيها لو سيلينيوم. كلهم سي دي نوروترانسميتور واحد، دي زونتي اوكسيدون جوج، والشباب في شباب في شباب. ممتاز. ان شاء الله غادي ناخذوا مكالمات هذه المره على الارقام ديالنا 05 22 36 10 36 اولا 05 22 36 05 36. معنا من مدينه اكادير لاله حكيمه. صباح النور حكيمه.
اهلا حكيمه. السلام. وعليكم السلام. تفضلي حكيمه كنسمعوك. الحمد لله. تفضلي حكيمه. هي حكيمه اللي بغا ندوز هذاك الدكتور. اييه مرحبا، راكي على المباشر حكيمه. اي انايا ديك المره وراني ملي درت هذاك الدواء الندى هاد السيمانه اللي دازت كنت ما بديت حط دوكا العاد قبلتني دازت هي ديك المعده بالدم. فكرني شنو الوصفه اللي عطيناك؟ شنو الوصفه اللي عطيناك؟ عطاني العسل والماء مغلي. الماء مغلى. نعم. وتقيتي الدم. عرفتيش المعنى ديالها؟ عندك المعده عيانه جدا. لا انا نزايد ندوزها ليها نختاريها ودرت الرابيه وقالوا لي درتها العصاب الصباح. لا ماشي العصاب اللي غيدير لك هذا الشيء، هو عندك عندك داك الغلاف الداخلي تاع المعده غادي يكون عندك مجروح. وطيب كيف كنقول. وبالعكس العسل مع الماء هو الدواء ديالها، فقط انه انت غتنتبه لواحد الحاجه، داك العسل تشوف منين خديتيه واحد خذ منه معلقه صغيره وحرقه فوق العافيه، لا تلقى كحوليه غير لوحو ما عندك ما دير به. ونصحك نصيحه اخرى هو تاخذ عصير بطاطا. طيب عصير بطاطا خذوا 3-4 المرات وسيمانه عيط لنا ان شاء الله. يلا ان شاء الله. مازال غنستقبلوا مكالمات اخرى دائما على نفس الارقام ديالنا 05 22 36 10 36 اولا 05 22 36 05 36. غير بالنسبه للرجاء، ربما ملي كنقولوا الماء المغلى راه ماشي خاصها تشرب ماء طيب، خاصها تشرب ملي كيدفى شويه، كيتغلى وكيعاود يدفى شويه ياك ولا لا؟ نعم تيتغلى بحال نطيبوا اتاي. نعم ملي تيدفى عاد نديروا فيه ماشي خاصنا نشربوا طيب. هذا خاصو المستمعات الكريمات يردوا لها البال. ناخذوا رجاء من سطات. صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضلي لاله. كي داير الدكتور، كي دايره اختي؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله. مرحبا بك. بغيت نطرح هاد الاسئله الدكتور. عند الوليد عيالي عنده 6 شهور. عندها اليوم دخل في السادس. الدكتورة كان مزيان ما بديت حتى شي حاجه. شنو المشكله عنده؟ عنده جا الاسهال وجا لي الردون. طلعته للسبيطار قالوا لي خصني نعس. ملي نعس داروا لي التلفازه داروا لي كلشي عنده نورمال. وشنو ومن بعد دابا ملي رديتو بقاو الدم ديال البلاكي طاحت لي 60,000. دابا رجعت ليه مزيانه ودابا نفخت ليه الكبيده والطيحان والحديد طالع ليه، رغم ذلك هو عنده فقر الدم. نعم. اذا الكبده والطيحان كلهم منفوخين وفقر الدم. نعم الكبيده والطيحان. واضح. شحال وليدات بارك الله عندك؟ شحال ديال عنده اليوم دخل في اليوم الاول. شحال وليدات عندك؟ شحال الوليدات عندك؟ عندي 2 الوليدات وهذا هو الثالث. نعم. مع الاسف الظاهره بديت نشوفوها بزاف. نعم غنجاوبوا رجاء ان شاء الله نشتغلوا عليها. نعم. ونجاوبوك قريبا. يلا. نعم. اذا مشكوره رجاء من سطات. مازال نتلقاو مكالماتكم على الارقام ديالنا 05 22 36 10 36 او 36 05 36. معنا ام طه من الراشديه. صباح النور ام طه. ام طه صباح الخير. وعليكم السلام. الله يجازيك بخير. بغيت نسول الدكتور العلوي الله يجازيه بخير. مرحبا بك. تفضلي كنسمعوك. عندك 3 الاسئله. الله يجازيك بخير. عندي البنت عندها الودنين ديالها كيديروا لها القشره على برا وكيديروا لها الحكه. عافاك قلت لها شوف شحال العمر ديالها؟ نقاط عليها الخط ام طه. خدينا السؤال ديالها الاول، تعاود تواصل معنا باش تكمل لنا الاسئله ديالها الاخرى. مازال غنستقبلوا مكالمات اخرى دائما مستمعين على الارقام 05 22 36 10 36 او 05 22 36 05 36. نستقبلوا المكالمات ديال ابتسام من العيون. صباح الخير ابتسام. الو السلام عليكم. مرحبا. سلام. لاباس؟ مزيانه جميله الحمد لله. ربي يخليك. بغيت نتكلم مع استاذ جزاك الله خيرا. ربي يخليك. مرحبا. تفضل. السلام عليكم استاذ. كنشكرك بزاف على المجهود اللي كدير معنا. نعم مرحبا. وشكرا للشهاده اف ام والاخت جميله والاخت هند والاخت هدى. كلهم تبارك تيشاركونا وتساعدوكم والله يوفق. نعم ابتسام عندك سؤال؟ بغيت عندي 3 الاسئله الى كان ممكن. نعم مرحبا. اولها السؤال الاول، عندي الشهيه كتكون بالعاد بزاف ما كنقدرش ناكل لا في الصباح ولا في اي وقت. ثاني سؤال الثاني ابتسام. الاخ ديالي عنده بحال خرشي بحال نقاطيبو يدير في عنقو في ظهرو بزاف انتشر له فيطلع له حتى لوجهو دابا. سؤالك الثالث ابتسام. الام ديالي الاذن ديالها كتحركها بزاف بحال تعصبت شويه وداك الشيء ضربها غير الودن ما كتحلم ما كتسمعش بها بزاف وكتحركها بزاف الليل كامل كتحركها دابا شي سيمانه قريب كتحركها بزاف. نعم
مشكوره ابتسام من العيون. مازال نتلقاو مكالماتكم دائما على الارقام ديالنا 0522 36 10 36 او 36 05 36. نمشيو لمدينه فاس، معنا محمد. صباح النور محمد. صباح النور. لاله بخير؟ الحمد لله، شكرا لك. وش بخير؟ الحمد لله. الله يخليك. انا متبع مع الاستاذ الدكتور العلوي، بغيت شي اسئله. الله يرحم الوالدين. مرحبا بك، تفضل. استاذ. نعم تفضل. مرحبا. معك الفقيه سيدي، معك الفقيه من فاس. معك تفضل. نعم. كي داير سيدي؟ لاباس عليك؟ الحمد لله ما شاء الله عليك. الله يكرمكم. الله يخليك. انا كنت قلت لك مره اخرى خطيب ديال الجمعه، وكيجيني الم بزاف، وديك الالم تزاد عليا بزاف بزاف بزاف. فين عندك هذا الالم محمد؟ عندي في البروستات، الدكتور راه عارف. عندي الم كثير بزاف، دابا ما كنعس لا بالليل ولا بالنهار، رغم انني غادي مع التعليمات ديال الدكتور حرف بحرف. مرحبا تفضل. هذا هو السؤال ديالك كنظن محمد. اي عندي الم. ما تبعتي معايا دابا شي شهر ونص، شهرين؟ شحال معكم؟ انا بعدي تقريبا 5 شهور تقريبا ولا 5 شهور ما شاء الله. غادي نرجع للسؤال ديال محمد استاذ. واخا ان شاء الله. كان سؤال واضح. شكرا لك محمد من فاس، نتمنوا لك الشفاء. بغيتي نبداو هدى بالاسئله باش نجاوبوا عليها. اكيد غنرجعوا للسؤال ديال حكيمه من اكادير اللي تبعت الوصفه ديال العسل والماء مغلى بالنسبه للمعده ديالها اللي كتقول عندها فيها العصب. كتقول انها لاحظت الدم كيخرج لها عند التقيؤ. بغات تعرف واش مساله عاديه او ربما عندها خطا في استعمال الوصفه. هو كان توقع لي بنيتي عندها شي 16 سنه، جات من مراكش، كان عندها مشكل في الكلاوي، وملي تبعت كانت تتقيا الدم، جابوا ان امبولانس عندي العياده في سيدي معروف. ملي خدات الماء والعسل في الساعه الاولى حبس التقيؤ وحبس الدم. فاحنا في هذه الحاله ديال الاخت حكيمه، فانا تنصحها بدايه تاخذ عصير البصل 3-4 المرات، علما ان عصير البصل الالتهاب وتيلأم الجروح، فتاخذوا 3-4 المرات في الثلاث ايام الاولى وترجع للماء والعسل. متفقين؟ ولكن لابد ديري فحص طبي، بتات اون فيبروسكوبي، وتجيبوا ليا ونجلسوا جلسه باش نعرفوا نسيروا العمل. واضح. نمشيو السؤال ديال رجاء من سطات اللي عند الوليد عنده 6 شهور، تكلمت انه كان جاه الاسهال مرافق للقيء، داتو المصحه باش انه يدوز، لقاو ان الكبده والطحال منفوخين، بلس ان الحديد ولا ناقص، يعني عنده فقر الدم. اشنو تنصحها؟ كثير هاد الحالات مع الاسف، يعني 6 شهور يعني كثير من الحالات دي فوا تياخذوا ادويه بحال دي زانتيبيوتيك دي زانتي انفلاماتوار اللي تيهبطوا لي بلاكيت، وتيكون احيانا مشكل على الكلى. ففي هذه الحاله ديال هذا الوليد الصغير هو غادي تاخذ حمام بصل، غادي شاد الماء دير فيه بسيله ودوش له مع قويلب ديال الثوم، ولكن لابد الوليد ياخذ عسل مع الماء. عسل السدره كيلو نديرو فيه 30 غرام ديال الغذاء. اي نوع عسل مع ان العمر ديالو الى 6 شهور؟ عسل السدر. عسل السدر كيلو نديرو فيه 30 غرام ديال الغذاء، وناخذوا فيه معلقه كبيره مع كاس الماء 100 غرام، وشويه ديال الحبوب اللقاح معلقه صغيره. يتعلم ياخذوا 9-11 مره في النهار. هذا عطى نتائج هائله. حيت جاو عندي كثير هاد الوليدات، منهم وليد راه كنت تحدثت عليه المره الفارطه، عنده 4 ولا 5 سنوات، جا من طنجه، كان عنده لي بلاكيت نازلين وعنده سرطان الدم. ملي تبع معنا الشهر الاول الثاني تبارك الله لي بلاكيت طلعوا من 3000 الى 286,000. بمعنى العمليه عمليه شقه وعمل تبارك الله. والام ديالو جديه مجتهده، والحمد لله كانت واحد الفرحه وسط العائله كبيره جدا. الولد خرج من خرج كان تيدير لا شيميو وهلكاتو، وتبارك الله ملي مشى للوبيتال قالوا له تبارك الله الوليد نجح. هذا الاسلوب خصنا نعمموه على الوليدات اللي ما تيقدوش على شيميو واحد، ما عندوش مصاريف لا شيميو جوج، وعطى نتائج في الشهرين الاولى. فهذا اعتراف طبي جميل، ونشكرهم شكر جزيل على هذا الاعتراف والتعميم ديالو على الوليدات اللي مساكن مكرسين. ممتاز التعاون يعني بما هو طبي وطبيعه الحال، حتى هما كيديروا المجهودات ديالهم. ضروري. هنا شحال المده تقريبا اللي خاصو تعملها انا الولد بالنسبه لي حاليا تنتكلم على سنه العمل، ولكن الى الام ما شاء الله عليها بدات تاخذ يا عصير البصل 30 غرام مع 20 غرام د العسل مع كاس الماء 9 المرات في النهار. الام هي اللي غترضعو، هي غتساعد. بحال عندنا وليدات منهم واحد كان صفر في وجهه، عنده ليكتير، عنده صفوريه طالعه، وطبيا كان شويه صعوبه باش ان يراقبوا له هاد الصفوريه خايبه، تقدر تعطيك منانجيت، تعطيك مشاكل في الدماغ، ديزاتروفي سيريبرال او سيريبيلوز. والغريب هو انه مني الام تبارك الله تبعت 3 اشهر ماء بصل عسل وتترضعوا مشات الصفوريه. بمعنى الماء تاخذ ماء بصل عسل 30 غرام عسل بصل 20 غرام عسل السدره، والام تقدر تاخذ تاع عسل الزكم، تاخذوا له 9 مرات في النهار وترضعوا. نورمالمون
بين 3 موا ا 6 موا نقدروا نحصلوا على 80% ديال النجاح. ولكن تنفضل تعميق العلاج، ما نبقاش ناخذوا العلاج السطحي اولي فيكون عمل تعميق حتى نعاودوا نبنيو الكلى، نبنيو الكبد، نبداو الطحال ونخرجوا من المشكل ديال الطحال من الفوق. لي بلاكيت تنزلوا، ما معنى البلاكيت تنزلوا؟ صعوبات انه الدم يتجمع لي زاغلوميراسيون او لو كوغولاسيون ديال الدم. ثانيا الغريب هو انه الوليدات ملي تيكون عندهم لي بلاكيت نازل بخصوص 3 تمشيو ل 6 تمشيو ل 7000 وخصو يكون مينيموم 150000. تبدا عند الزروقيه في جلده وتبدا عنده مشاكل هنا ومشاكل هنا، شي كله خصنا نتفاداوه. وهنا في لقينا عصير البصل مع العسل مزيان، والوليدات تي بيبي بولين مع العسل، والام تاخذ بصل عسل بالطريقه اللي تكلمنا، وان شاء الله نجاحات مباركه. وجبنا التحاليل وما تسرعوش. نعم كلشي بالتحاليل، كلشي بلي غوبير، نعرفوا راسنا فين حنا. المرحله تنديروها نثبتوها عن طريق الطبيب والتحاليل، وحتى العمل يمشي مثبت بلا سرعه بلا تهور. هنا لي بلاكيت باش يطلعوا بالنسبه للانتفاخ ديال الكبده وديال الطحال للوليد، نفس الوصفه كتعطى او لكن وصفات اخرى اللي فعلا عندنا 3 المشاكل. نعم عندنا انتفاخ الكبد ما غاديش يخلينا نخدموا مزيان. نعم عندنا مشكل ديال الطحال المنفوخ. هنا خصو البصل العسل تشربوا مو يشربوش هو. ثانيا هو غياخذ بولين عسل من بعد الرضاعه ديال البو مزيان. هنا غادي نعاودوا نقيو نطلعوا لي بلاكيت. انا لي بلاكيت بفضل الله طلعناهم، بحال وحده جات عندها 7000 دو بلاكيت، طلعت ل 236000 او 224000 واخا في ظرف 3 شهور. وهكذا تنحسوا على انه الاطباء ملي تشوفونا تنشعوا تيصيفطوا لنا الناس في هذا الاتجاه. لقينا راسنا على انه تنطلعوهم. فاذا احنا نشتغلوا ولكن المتابعه تكون مضبوطه عن طريق وثائق وفحوص حتى نمشوا على بينه وما نمشوش التهور دون لو جلوبال. نمشوا في التثبت والاتقان. نعم ممتاز واضح. ام طه من رشيدي، كانوا عندنا 3 الاسئله، خدينا معنا سؤال واحد، كنتمنى انها تعاود تواصل معنا باش تعطينا اسئلتها الاخرى. السؤال اللي خدينا من عندها كيخص البنت ديالها، كتقول ان ودنيها كيتقشروا من برا وكيحكوها بزاف. هاد نعطيكم مادتين 3 مواد. يلا الماده الاولى قرص النحل في جنبات الاذنين 2 و3 اللور الاذنين نهاريا نهار لا، اذا اليمين واليسار بصلام شويه فوق الاذن وقلب ديال الثوم ونباتي 100%. سيمانه باذن الله ما تبقاش القشره، ما تبقاش تصدعوا راسكم بهذا المشكل ديال الكزيمه او الودن او الودن عمرمه. هذا الاسلوب كافي. اذا نعاود بصلام شويه 3 مرات في النهار فوق الاذن، قرصه النحل 2 تنحيلات في وحده اللور هي 3 اليمين اليسار نهاريا نهار لا، وقلب ديال الثوم ونباتي 100%. ولا خدينا عسيله حبوب لقاع عسيله بصيله غتكون ارقى وافضل. 7 ايام باذن الله باي المشكل ان شاء الله. فاش وعمموه تبارك الله. المغاربه لا في المغرب لا خارج المغرب تعمموا الوصفات بطبيعه الحال، وتيجيبوا لي ايطاليين اوروبيين فرنسيين عجيب. وهكذا تلقاو الكرام المغاربه ما كاينش غير داخل البلد حتى خارج البلد. بالنسبه للقشيرات اللي عندها في الودن ديالها ما غتدهنهمش بشي حاجه باش يتعالج؟ هذه الطريقه كافيه، غير البصله نتيجه التهاب وغالبا تاخذوا اكزيما خفيفه. فهذا بالعكس حتى الا كانت اوتيت لان اكزيما قبيحه في الاذن من اسبوع الى 3 اسابيع ما تتبقاش. والاغرب من ذلك بصام شويه فوق الاذن مع ساعه النحل داك الوسخ تيخرج من الاذن. نعم ممتاز. داك تعفنات كذا. على كل حال حتى حنا كبارين وعندنا هذا المشكل احيانا ما تنعتنيش، ولكن بهذا الاسلوب تتكون وقايه وحمايه ان شاء الله. جميل. من العيون اللي عندها 3 ديال الاسئله، السؤال الاول كيخصها هي الشهيه من عادمه ما كتاكل شيء، شنو تعطيها باش انها تقاد الشهيه ديالها؟ اول شيء للشهيه هو تعلم تاكل منبات الحلوى نص كيلو في النهار، تاخذ 100 غرام مع الفطور، تطحنوا مع اي عصير بغيتي وتاخذوا في مع الانسالات قبل الغداء والعشيه وفي الليل. هذا اولا سهل الامتصاص 100%، صفر بقايا، والجميع فيه فائده ما شاء الله عليه، وفي بوكو دونزيم بوكو دورمون وسورتو لي هرمون دو كروسونس اللي هذا في لاسيتيل كونين واحد الشكل جميل، وهكذا يمكننا نفتحوا الشهيه بطريقه جميله. ثانيا انه مزيان نتعلموا ناخذوا زرعه كتان جنجله النفع. نعم حقا تيقبعوا شويه، ولكن لا كليتي كميه صغيره تعطيك تفتح الشهيه على المدى البعيد. نعم. ثانيا العسل. اجي نتوقفوا عند زرعه كتان. تفضل. زرعه الكتان اللي معروف على ان بزاف الناس اللي كياخذوها كوصفات طبيعيه في مجموعه من العلاجات، خاصه الحساسيات كيف قلت لتقويه الشهيه، لكن ربما هنا نبغيو تصح لنا استاذ، كاين بزاف الناس اللي كياخذوها وكيحمروها شويه وكيطحنوها،
فهي ملي كطحن واش خاصها فعلا تبقى مده طويله او لا خاصنا نطحنوا غير الكميه اللي غناخذوها في ذاك النهار؟ هو كلام صحيح. هو كل ما طحنا خدينا كميه ديال 3 ايام وثم كل مره نطحنوا افضل. نعم. ماشي توقعنا مع القمح نطحنوا ديال اسبوعين 3 اسابيع. نعم. ماشي نخليوه ديال عام حتى ما يضيعش وفوائده تبقى مجموعه فيه. فعلى الزرباني بالعكس المراه تبارك الله حدقه في دارها دير ديما البرنامج ديال 3 مرات في الاسبوع تدخل كوزينتها تقاد الامور الاساسيه وثم شويه بشويه تقاد الامور. اذا فزرعه كتان لقينا راسنا على انه ملي تناكلوها تتقوي الامعاء وتعطي حسن الامتصاص. نعم. اذا اللي كلينا تستافدوا منه ماشي ممكن حاجه شرع امور تناكلوا ما تستافدوش منها. تقدر تكون فعاله استاذ في الزياده في الوزن لانه وصلنا السؤال عطيت مهندسين طلبه مهندسين في اوروبا تبارك الله زادوا في الوزن عطيتهم نتائج متميزه وحتى نسبه الذكاء والتركيز فالنعمه نعطيوها لوليداتنا. فالأوميغا 3 في مجموعه ديال الهرمونات هائلين للنمو وهكذا يمكن نستوعب. كاين ماء والعسل ناخذوا عسل مع حبوب اللقاح معلقه صغيره حبوب اللقاح في 100 غرام تاع الماء مع عسل معلقه كبيره نديروا عسل سدره عسل زكوم اي عسل يكون مهم 3-4 مرات في النهار فهو مهم جدا وهذه من الاساليب المتميزه. نعم. سؤال ثاني كيخص الاخ ديالها اللي عنده نقط بيضاء على مستوى العنق الظهر وغدا كترتفع باش تمشي مع الاسف الفتره ديال عصير الزيتون معصره الزيتون انه فات. اما الناس اللي كان عندهم البقع البيضاء دخلوا معصره الزيتون مع العمل والاجتهاد وتبارك الله الماء المعصره تيهزوا المرجان والمسائل فتيبرا. اذا فالمرجان احسن علاج يتعلم يحيد حيواني 100% ياكل خضر فواكه 100% ما طيبينش طبيعيين وديال وقتهم. وثانيا يحاول يستعمل بصل عسل 7 المرات ويغسل بالمرجان ولا قدر يدير حجامه مره في الشهر نورمالمون بين 3 شهور و 6 شهور ما تيبقاش هذا النوع من البقع البيضاء. وهكذا فقط حنا تنفرقوا بين البقع البيضاء بهك بين البقع البيضاء برص بين البقع البيضاء مشاكل اخرى. فاحنا تنقولوا بحال المهندس جا عندي تبع معايا اقل من شهر مشاو البقع البيضاء كانوا كبارين اذا كان بهك. نعم. وكل ما تيكونوا ما رغم العلاج الطريقه ديالنا ولا بقاو بين 3 شهور حتى ل 6 شهور ممكن حتى ل 9 شهور تيكون برص وحنا تنشتغلوا هكا تنعرفوه وتنفضلوا الاطباء ديالنا يزيدونا فائده حتى نزيدوا نقويوا الثقافه المغربيه الصحيه. نعم. اخر سؤال بالنسبه لابتسام الام ديالها اللي قالت لك ان كتحرقها الاذن ديالها بزاف خاصه ملي كتعصب. الوغ كاين طرق مهمه اللي معروفه في الثقافه المغربيه وتنعصروا البصله وتنقطروها في الودينات ولكن خصنا نعرفوا واش الودين طبل مثقوب او لا. اذا كان مثقوب ما تقرب حتى تقطيره. مزيان. اذا فتنحاولوا نضربوا بالنحل 2 نحيلات جهه اللحيه و3 في وراء الاذن جهه الشعر وتنديروا بصله مشويه 3 المرات في النهار ونحيلات مره بالطبع عندها 11 ل 15 نحله في النهار حسب التحمل. قلب ديال الثوم ونباتي 100% وعصير فواكه خضار. دابا كاين خز موجود الفجل موجود هذا الخير كله موجود فنتعلموا ناخذوا عصائر وتلاحظوا ان جسمه تيتقوى ولا سيلوات تتقاد والجسم تيصفى لا في البشره ولا في حسن الشعر تيطلع بطريقه اجمل بمعنى قنوات دمويه بيان ريغي مسقيه مزيان وتنحسوا حتى المناعه تكون جميله جدا والعينين محلولين ما شاء الله في الطبيعه الجميله. واضح. مازال غنرجع للسؤال محمد من فاس وغنستقبلوا مكالمات اخرى دائما على الارقام ديالنا 0522 36 10 36 اولا 0522 36 05 36. معنا يوسف من وجده. صباح النور يوسف. صباح النور اختي. اهلا بك. وعليكم السلام. اختي واحد الاستشاره مع الدكتور. اييه مرحبا تفضل. اختي الوالده نتاعها كيطلع لها لا طونسيون وقالوا لها كولي الثومه واش الثومه يعني صالحه لها تهبط لها لا طونسيون ولا غير كيفاش قالوا لها تاكلها خضراء؟ قالوا لها تاكلها خضراء. شحال العمر ديال الوالده؟ 52 سنه. ما يكون دابا ان شاء الله. واضح سؤال الاستاذ. نعم. شكرا لك يوسف من وجده على التواصل. مرحبا دائما التواصل ديالكم معنا على الارقام 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36. ناخذ الطيب من الدار البيضاء. السلام عليكم. طيب صباح الخير. وي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. تفضل سيدي. تحيه خاصه لكم البرنامج القيم. شكرا. والاستاذ العلوي. نعم مرحبا. الله يخليك عندي استاذ عندي سؤال. كنت من دابا 6 شهور جاني بحال كنحس بالمصارن ديالي وداك الشيء ثقال وكنت دوزت عند الدكتور ديال الجهاز الهضمي ودوزت عند الطب الباطني كيقلبوني كيقول لي ما عندك والو. ولكن انايا من دابا قول دابا شي يومين كنت خديت واحد الاكل في الزنقه العباره هو عن طيحان تما رجع لي داك الاكتئاب بحال الاكتئاب وبحال كنحس راسي ما مرتاحش وديما فيه الوسواس ومخلوع. شحال العمر ديالك صاحبي؟ من الموت. طيب شحال في العمر ديالك؟
32 سنه. نعم. عندك لي اسئله اخرى ولا سؤال واضح؟ ما كاينش شي فقر الدم. نعم. نعم. ما كاينش شي امراض اخرى غير المشكل ديال الجهاز الهضمي؟ كتعاني من شي مرض؟ غير هو انا بحال قلتي مبرد، ديما عندي الوسواس، ديما مخلوع، ديما فهمتي، ديما عندي واحد الاحساس بحال غادي نموت، بحال غادي سميتو. وعندي الجهاز الهضمي ديالي بحال كنحس به ما مقادش، بحال مخربق ليا شويه. نتعاون ان شاء الله يكون خير. واضح السؤال ديالك. طيب من الدار البيضاء مازال نتلقاو مكالمات اخرى على ارقامنا 0522 36 10 36 او 36 05 36. معنا جيهان من طنجة. صباح النور جيهان. انا سلامات. صباح الخير لالا. صباح الخير تفضلي. بغيت نهضر مع الدكتور اذا كان ممكن. اييه مرحبا بك جيهان. بغيت سقسيه، عندي واحد المشكل في المفاصل ديالي د الركبه د الرجلين. اللي كنطلع في الدروج كيخواولي، ما عرفتش الطبيب قال لي فيهم نقص الكالسيوم. عطاني دواء الكالسيوم بزاف. شحال العمر؟ 35 سنه. ماشي مشكل. واضح إن شاء الله. واضح السؤال. جيهان من طنجة، شكرا لكم دائما اللي كتستمعوا لنا دائما من خلال برنامجكم الشهاده الاسره. السؤال ديال محمد من فاس او الفقيه محمد، عنده الم في البروستات استاذ. فوالا دونك تبع معك الوصفه الشهور هذه. دونك بالنسبه لي واخد كنت درنا كونترول مؤخرا، فانا تنصح يصبر ويتبع، ولا ودي يدير لي ان كونترول عند الطبيب يعاود لي لا بي اس ديالو، دير نوفو كونترول ايكوغرافي ونشوفوا المره الجايه منين يجي. اما لا ساعات نحل الحجامه ما ياخرهاش، وعصير التفاح مع دنوس باربه ضروري ياخذهم 3 4 المرات يخفوا الالم، ونعاود نشوفوا ان شاء الله. ممتاز. نمشيو للسؤال ديال طيب من الدار البيضاء اللي يتكلم على ان الجهاز الهضمي نتاعو هو اللي كيألمو. تكلم كذلك انه ملي كياخذ شي حاجه اللي ماشي مطبوخه في الدار او طيبه في الدار، يعني كيف قال الطيحان، عاد كيحس بداك الالم، كيحس دائما بالخلعه، كيحس دائما بالتوتر، بديك الرهبه من الموت وبمجموعه من المشاكل. عنده يلاه 32 في سنه. جاني واحد عنده في تقريبا العمر ديالو، وكان عنده الوسواس القهري شهرين ونص بارك الله باش مخير. نعم. لدرجه انه ليس فقط تغلب على الوسواس القهري، نعم. تغلب كذلك على الضعف الجنسي اللي كان عنده. مرته راه حامله تبارك الله دابا. فبالنسبه للاخ الطيب غادي ننصحوه باش انه ياخذ ماء بصل، بغيت غير الماء والعسل، يغلي كاس الماء، يدير فيه شويه ديال زير زعتر، ملي يصفي يدير فيه معلقه ديال العسل الحره، وياخذوا 9 10 مرات في النهار فقط. هذا هو الاكل ديالو دون غيره لمده اسبوع، وعيطوا الاسبوع الجاي ان شاء الله حتى نمشيو مرحله اولى تنقيه زائد تغذيه، يتغذى باش يتقوى، وثم نشوفوا المرحله الثانيه من بعد اسبوع. ولكن يتصل بنا ويجدد بنا الاتصال. نعم ممتاز. يوسف من وجده الوالده ديالو كيطلع لها الطونسيون، كيقول ان ننصحوها انها تاخذ تومه خضراء، واش صالحه للطونسيون او لا؟ ما فهمناش الثقافه، تنضيقوا على راسنا. تنقولوا كاين ماده وحده تهبط الطونسيون، كاين عده مواد في الخضار الخضراء، كاين الالف في الاصدقاء ديال الثومه والبصل، كاين المئات. نعم. كذلك في المناهج كاين اساليب متعدده. اول شيء اللي ننصحوا به هو ياخذ زيت الزيتون يترو، يدير فيه 100 غرام ديال الثوم، ومن ذاك الزيت ياخذ غير 3 معالق ديال الزيت اللي مرقده فيها الثومه، 3 معالق على الريق ساعتين قبل الافطار، وياخذ عصير الخرشوف مع الخيار او التفاح، ياخذوا 3 4 المرات قبل الفطور، قبل الغداء، قبل العشاء، وقبل ما ينعس، بالاضافه الى انه يعيش نباتي 100%. نعم. نباتي ياكل غير الخضار الخضراء، الطاجين، خرشوف، خيار، ياخذ لوبيا خضراء، ياخذ الخضار الخضراء. نورمالمون 3 اسابيع طونسيون تتقاد، 3 اشهر يدير كونترول عنده كارديو ديالو، غادي يلقى العروق تنقاو سورتو لي زارتير كوروناريا، غادي يلقى حتى اللي عنده دوالي في الخصيتين او في رجلو او في هذا، غادي فوالا دونك غادي تبدا ترتاح الام ديالو عند 52 سنه، دونك الامر ديالها خفيف. نعم. وتحيد الحيواني 100%. نورمالمون تبع هادشي. وكاين اساليب اخرى اللي خصنا نفتخروا بها، هو تنغليو الماء ونديروا له فسطيل مزيان ديال النحاس، وداك الخريصات تديروا قد مزيان داك القرقبه ديالهم، ونديروا بها مع اليازير الا شربنا تيطلع الطونسيون، اليازير مع الماء المغلي تيهبط الطونسيون اللي درناها لرجلينا. والا حنا نديروا الحرور او السكينجبير او القرفه الماء رجلينا، تنحسوا الدوره تتنشط وتتخفف عليها في امان الله وحفظه. اذا هذا اسلوب من التغذيه والاستعمالات على الجسم. والا ما نزيدكمش حاجه اخرى باش ما نطولش، عطينا هادشي 3 اسابيع وعطينا خبر. ممتاز. ولكن بغيت تتبع 3 شهور مزيان بهذا الاسلوب ودير كونترول عنده كارديو،
غادي يفرح بكم فرحه كبيره، حتى ضربات القلب تتقاد والجسم ترتاح والاستعجالات تنكونوا بعدنا منها بكثير. احنا بينا ليه ان الثومه صالحه، غير هو يستعملها بالطريقه اللي عطيتيه، ولا بغى يستعملها يحكها مع شويه الماء مغلي مع عسيله يصفيها ويشرب. واضح. جيهان من طنجة عندها مشكل في المفاصل ديالها، كتخوى ليها الركبه ديالها، قالوا لها ان عندها نقص في الكالسيوم. التجربه ديال الناس اللي في الشكل ديال الحاجه، انا غتغلي كاس الماء، دير فيه عصير البصله 30 غرام، 2 معلقات كبار ديال العسل الحره، تنصح بالزكوم، ولكن الماء المغلى دير فيه ورق الزيتون نص معلقه صغيره، مادام سيده دير حتى المرد الدوش 7 المرات في النهار. نعم. مزيان، وغتحس على انه زيت زيتون على الريق والطاجين د الحوت. نعم. 3 شهور. الناس 3 اسابيع الاولى لا داخل المغرب لا خارج المغرب، في اوروبا مثلا، ولقاو واحد الحيويه واحد القوه بدات يطلعوا الدروج بدون مشقه. يعني حيويه، اذا ديرها 3 اسابيع وتجاوبنا، تكمل 3 اشهر والله يحفظها. نعم. الحمد لله. نمشيو الاسئله هذه المره على الاس ام اس على 55 66 6 دراهم تي. السؤال كيقول من عند محجوبه، القشور ديال التفاح الا طبخات مع العسل واش كتنفع في الحجر ديال المراره؟ وهكذا غنكونوا كنجاوبوا حتى على السؤال ديال محمد من ورزازات اللي تكلم على ان واحد السيده عندهم من الدوار اللي عندها الحجر في المراره. هنا شنو يمكن لك تقول لهم؟ القشور ديال التفاح إذا طبختيه في الماء جربوه الناس. انا ما فراسيش ما استعملتوش، سبق لي انا سبق لنا استعملنا بزاف الجنجلان تنقدوه في الماء بلا حراره عطى نتائج، استعملنا البصل كثير عطى نتائج، النبك عطى نتائج، هادو عطونا زيت الزيتون على الريق عطى نتائج، هادو عطونا نتائج. بالنسبه لي معقول تعطي نتائج القشور ديال التفاح، لان كثير من الفوائد ثلثين الفوائد كاينه في القشور. مزيان، بخصوص الاملاح المعدنيه والمواد الهائله المتميزه. نعم. فقط الوصفه اللي نجحت بها بزاف هو زيت الزيتون فيها الخرقوم 3 معلقات كبار، مرقده او مرقده في الثوم، اذا زيت الثوم 3 معلقات كبار زائد عصير البصله. نعم. تدار على الريق ساعتين قبل الافطار. وحكيت لكم الناس اللي تبعوا ونزلتهم الحجر ونباتي 100%. ومن المواد الاخرى اللي عطت نتائج عصير التفاح مع البربه والمعدنوس عطت نتائج خارقه، علما ان المعدنوس بوحده تعطي نتائج، فخصنا ناخذه بطريقه صحيحه. ممكن نغليو كاس الماء نديروا فيه 2 معلقات المعدنوس نطحنوا مع خل التفاح 3 5 7 مرات في النهار، فقط ما ندخلوش المسيئات الى الجسم. نعم. كيماويات، معلبات، قشور، لحوم وهكذا. اذا توت 3 سيمين نديروا مراقبه، كل 3 اسابيع نديروا مراقبه، وان شاء الله ما يكون الى خير. اما البصل معلقه كبيره مع 3 معلقات ديال زيت الزيتون مرقده في الثومه لمده 3 اشهر، نتائج خارقه جدا. ممتاز. سؤال اخر على مستوى البواسير اعزكم الله، كاينين وصفات ارتباطا كذلك بسؤال اخر بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم جروح على مستوى المخرج اعزكم الله وكيدهنوا غير بالعسل. العسل كافي اذا كان حر. اذا شكيتي انه حر غدير دير الزعتر مطحون. نعم. اذا شكيتي ان الى ما عندكش الزعتر دير الشيح. نعم. ما كانش الشيح غادي دير شويه، غادي دير المعدنوس. القاعده ما هي؟ كاين جروح خصنا صبغيات قشور الرمان مثلا او اتاي، وغادي خصنا نضبطوا الالتهاب الثوم مسلوق، وخصنا المعدنوس. خصنا ايضا كاين تعفن جروح، تعفن جروح التهاب، وعندنا التهاب، وخصنا انطنا صبغيات باش بوغ سودي العروق. نعم. اون بو سودي الجرحه، نقدروا نلأموا الجرحه ديال الجلد، ولكن ما نقدروش نبنيو القنوات الدمويه. خدمتين ماشي خدمه واحده، اذا 4 الحوايج. قشور الرمان فيهم هذه الخاصيات ديال الصبغيات، زائد انه سيكاتريزون وضد الالتهاب. الزعتر كذلك، الشيح كذلك، العسل كذلك، من غير لا كان مغشوش. نعم. اذا خفتي يكون مغشوش ديري غير المعدنوس بوحدو كافي. ضد الالتهاب، فيه القدرات باش يبني القنوات الدمويه ويجمع الجرح. ولكن هذا المعدنوس ثقافه قديمه، ماشي المغاربه فقط، كاين حتى باقي الفلاح هذا على الصعيد الوطني. نعم. ملي تيتجرح تيشد اوراق الشجر خضرين، تيدقهم وتيديرهم 4 ساعات تيتجمع الجرح. ممتاز. اما الخياطيه عندنا في المحمديه وفي الشاويه موجوده، وهكذا الخير موجود. علاش نقزموا قدراتنا والخير موجود؟ خاصنا نعرفوا ربما غير الطريقه الصحيحه وشحال المقادير اللي ناخذوا هذا الشيء. علاش كتكونوا برفقتنا كل اثنين الاستاذ والباحث كريم عبيد العلوي، اخصائي في العلاج بالوصفات الطبيعيه ولسعه النحل. مشكور على الحضور ديالك.